صنع النسور التاريخ في الدوحة، أسقطوا حامل اللقب. نعم، أسقطوا حامل اللقب. أنه سلسلة اللا هزيمة الممتدة 8 سنوات في المونديال. حقق المنتخب التونسي انتصارا انتظره 4 عقود. أكد مرة أخرى أن التاريخ يكتب بالعرق لا ببريق النجوم. لكن هل تعرض نسور قرطاج لمؤامرة؟ ربما يعتبرها البعض أوهاما، لكنها ربما تكون واقعا. من شاهد اللقاء الآخر بين استراليا والدنمارك يجد نفسه في حيرة. هل هذه هي الدنمارك الطامحة للتأهل ومواصلة المشوار؟ لماذا تبدو عاجزة أو فاقدة لإرادة الفوز أمام فريق يفتقد الكثير من فنون اللعبة؟ ربما تكون شكوك المحب لنسور قرطاج وأحلام عاشق كان يطمح في عبور تونس للدور الثاني.